مساء الخير يا خالتي. اهلا يا ابني، عايز حاجه قبل ما اطلع؟ لا متشكر قوي، اتفضلي انت. الهدوم اللي على الحاج نشفت يا خالتي؟ لحقتي تيجي علشان تخرج؟ على فين؟ رايح تحيي فرح الليله ان شاء الله؟ هسافر. تسافر؟ وانا اخر من يعلم؟ يعني لما كنت سالتك ما كنتش هعرف. حاضر، هبقى ازعلك في النشره الجويه. سلام. استنى، اتكلم بقى، ده بقول لي مسافر فين؟ ده في واحد جاله الصبح قال له على شغلانه فيها مكسب. شغل ايه يا خالتي؟ ده طالب في جامعه. انا رايح بورسعيد كده نجيب كام حاجه كده نتاجر فيهم ان شاء الله. والفلوس اللي هتتاجر بيها دي بقى جبتها منين؟ من غير فلوس، انا حامل الحقيبه وهيطلع لي قرشين. سلام. مش هتجيبها لبره يا خالد. يا فرحتي باللي بتعمليه. يا شيخ خضتيني، افتكرتك ماما. ولما انتي مرعوبه قوي كده ما تسيبي المجله اللي في ايدك دي وتقري لك حاجه تنفعك. اخ، لو ماما سابتني ادرس تمثيل كان زماني بقيت في في نقابه الممثلين. يا بنتي يا حبيبتي، سيبك بقى من احلام اليقظه بتاعتك دي. هو انت وخالد كده هجنوا من بعض. اصل انتي حماره مثلا، ليه ما بتخليش الواد الاهبل بتاعك ده يوصلك بالعربيه مجنونه؟ على اهبل يا عقله. مش عايز يتجوزك يبقى اهبل. انا مش فاهمه هو متمسك بيكي ليه؟ لا معلش، اصل الحاجات دي اللي زيك انتي ما يفهمهاش. طب واستفيدي منه في حاجه؟ شغالي عندك سواق. يا سلام. طب وافرضي بقى يا اختي ان احنا ما اتجوزناش، ما ينومني بس غير يطلع عليا اني كنت رايحه جايه معاه في عربيته ولا ايه؟ يظهر ان انت اللي هابله مش هو. يلا كل واحد على مطرحها. يلا يا بت. البنت المستجده هتموت خلاص. من ساعه ما جت ما حطتش الزيت في بقها، اهي تريحنا وتريح اهلها من عارها. تجيك يا اهل يا بت. ايوه يا بت، تعمليهم عليا. تكونيش فاكره باكل من الكلام ده. اكتمي يا بت وردي. هلا وعليها ست طلعت، البنت ما فيهاش نفس ترد. خايفه على شبابها يا وليه؟ ايه خلاص نشنتي عليها بعد ما تطلع؟ هي اسمها ايه يا بلتي؟ هجيب لك يا اختي عنوانها وتليفونها علشان اللي تطلع الاول تلحقها. ايه مكسوفه ليه يا روح امي؟ ما بتطفحيش ليه؟ بس سيبوني في حالي بقى، انا عايزه اموت. سيبيني في حالي بقى، ما حدش له دعوه بيا. عملت ايه يا بنت؟ ايه اللي جابك هنا؟ بكره تتعودي يا بلتي. البركه فيكي يا اختي، البركه فيكي منك ليها. انا مش عايزه اسمع اسم المدعوه دي، فاهمين ولا لا؟ وان شاء الله حتى تموت وتروح في 60 داهيه. اوعي كده يا بنت. ايه يا ولادي مفتريه كده ليه؟ ربنا يفكر فيها وياخدها بقى.